واحيانا كلام الناس لو اثر فينا يوقف لنا حياتنا ويعطلها ويأذينا واحنا مش واخدين بالنا. عشان كده اول حاجه هبدا بيها معاكم النهارده، كلنا هنسد ودنا عن كلام الناس، مش هنعمل لهم اي حساب، مش هنحط كلامهم في عين الاعتبار، خاصه لو الناس دي ما بتحبناش، وخاصه لو الناس دي عايزه تضايقنا وتوجعنا وتكسر مقادفنا. عمرنا ما ينفع نعمل لهم حساب. عايزاكم كلكم تتجمعوا النهارده لان معايا بنت كانت قمه في الجمال والرقي والطيبه، لكن يا حبيبتي فقدت بصرها بسبب كلام الناس. طب ايه العلاقه؟ هقول لكم ايه العلاقه. البنت دي كان عندها 18 سنه، طول عمرها رفيعه جدا، بنت رفيعه جدا عادي، في بنات كتير جدا رفيعين. انا فاهمه ان ولا الرفيعه راضيه ولا التخينه راضيه، دايما بنلاقي التخينه عايزه تخس والرفيعه عايزه تتخن. البنت دي كان عندها 18 سنه وكان طول الوقت بتقابل نقد وتنمر من كل اللي حواليها، اصحابها في الجامعه، اصحابها قبل كده في المدرسه في مرحله الثانوي والاعدادي، جيرانها اللي كانوا دايما يقولوا انت عامله كده ليه يا بنتي؟ انت ما بتاكليش، هم بياكلوا اكلك، انت معصعصه قوي، انت هتتجوزي ازاي بالطريقه دي يا بنتي؟ احنا بنخاف تسلم عليكي لا تتكسري. والكلام ده بيتقال في مجتمعاتنا عادي جدا، واللي بيبقى بيقوله هو شايف نفسه خفيف وظريف، وما يعرفش انه ممكن بسبب كلامه ده يكون سبب في كارثة تشقلب حياة البني ادم اللي بيتقال له الكلام ده. عادي، بيبقى شايف انه عادي، ما اقول اللي انا عايزه. التخينه عايرها ولا لا، ده انت جاموسه، انت تخينه، انت عجله، انت ازاي بتمشي كده؟ يا لهوي، ده انت بتاكلي الاكل كله، ده انت بقيتي صعبه جدا، ده ما فيش حاجه هتقضيكي، انت بتلاقي مقاسك فين؟ والرفيعه اقول لها ايه يا بنتي انت رفيعه ازاي كده؟ ده انت هتتكسري، هو انت الناس بتاكل اكلك ولا ايه؟ مين اللي هيرضى بيكي وانت رفيعه بالطريقه دي؟ وكلام يوجع اكتر من كده بيتقال. ودي النهارده البنت اللي بعتها بتقولي انا كنت واحده من اللي بقابل نقد من ناس كتير جدا، حتى اهلي، مش بس الناس الغرب، اهلي كانوا دايما يقولوا بتاكلي كتير وما بيبانش عليكي، الناس بتتهمنا ان احنا ما بناكلكيش، لكن انتي ما فيش حاجه نافعه معاكي، نعمل لك ايه جسمك ده؟ كبرتي ولا اكن باين عليكي انوثه ولا باين عليكي اي ملامح ان انتي بنت، اللي في سنك مفروض ان هم بيبقوا حاجه تانية، لكن انتي اللي يشوفك يقول عيله في اعدادي. الكلام كان بيوجعها والكلام كتير كان بيأثر فيها وما بقتش عارفة تعمل ايه. دخلت كتبت بوست على الفيسبوك، يا جماعة انا نفسي اتخن، الناس بتتريق عليا وهتجنن واتخن ومش عارفة اعمل ايه، اللي عنده حاجة تساعدني ان اتخن يا ريت يقول لي. ناس كتير كتبت لها كومنتات، وناس كتير كتبت لها خدي كلي مفتقة ما اعرفش اعملي ايه، لكن واحدة من ضمن الكومنتات قالت لها انا كنت زيك واخدت حقن كورتيزون، صدقيني بتجيب من الاخر، هي دي اللي فرقت معايا وخلت وشي قد كده، ودلوقتي انا بقيت حاجة تانية. صاحبتنا ما فكرتش تسأل ولا فكرت تعرف حقن الكورتيزون دي ليها اثار جانبية ولا لا، ولا فكرت تيجي على نفسها حتى وتسأل طبيب، ولا عملت تحاليل، ما عملتش اي حاجه. دخلت لها على الخاص اسم الحقن ايه، قالت لها اسم الحقن، راحت جابتها من الصيدليه، ولمده 4 شهور ابتدت تاخد حقن الكورتيزون، ابتدت تتخن وجسمها يتغير، وكل اللي حواليها يشكروا ويقولوا لها دي انت اتغيرتي خالص، وشها ابتدى يتنفخ وكل حاجه في جسمها بدات تنفخ، وكله ما بقاش مصدق. في اللي بيشكرها ويقول لها دي انت ممتازه انك عرفتي تتصرفي، مين اللي عمل فيكي كده، والله انت جدعه، وفي اللي بيستغرب هي ازاي تخنت كده فجاه ومحدش فاهم حاجه، لحد ما هي بقت حاسه بوجع غريب، وجع جالها في عينيها طول الوقت، زغلله، ما بقتش شايفه، عندها مشكله في الانسجه وعندها مشكله في الانف، وبقت تحس ان في فطر في انفها وما بقتش فاهمه حاجه. وفي مره وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون عادي جدا، حست بتنميل شديد جدا في الجنب الشمال، ابتدت تصوت وتعيط وتزعق وما بقتش فاهمه تعمل ايه. انا هقول لكم بالظبط هي كانت حاسه بايه. هي بعتالي مشكلتها، بتقول وهي في مرة بتتفرج على التلفزيون عادي جدا ما بقتش فاهمة ايه اللي بيحصل، ومن هنا بدأت وفعلا زادت في الوزن، بس وشها كان مورم وجسمها بدأ يتحبس مية، وصوتها اتغير شوية، بدأت تحس بتعب وتنهيدة وصداع غريب، وبعدين بدأت تشكي من ألم في العين والوش ناحية الشمال، بعدين إحساس تنميل، ورم حوالين العين وإفرازات غريبة طالعة من مناخيرها. في يوم وهي بتتفرج على التلفزيون بدأت تصرخ من وجع عنيف جدا في وشها وعينيها، وفجأة أغمى عليها. أهلها جريوا بيها على الطوارئ، لكن الحالة مش واضحة،
الدكاترة مش عارفين يعملوا ايه، لغاية لما امها قالت انها كانت بتاخد حقن وطلعت صور الحقن، والدكاترة عرفوا انها كانت حقن كورتيزون. وجع في ناحية واحدة من الوش مع ألم في العين، والعين عمالة تحمر بشكل غريب، وفي رشح في الأنف. كل ده من كورتيزون لمدة 4 شهور. في حد قال إن دي ممكن تكون عدوى فطرية. عملوا لها رنين والتشخيص وخدوا عينة من الأنف، وكمان التشخيص وضح إن عندها فطر اسمه الفطر الأسود. العدوى بدأت تاكل في الجيوب الأنفية وفي العين، والأنف كانت مليانة أنسجة والتهابات. الأنسجة حصل لها تهتك والتهابات شديدة. الأطباء قالوا لازم جراحة فورية واستئصال الأنسجة المصابة، وفي احتمال إنها تخسر عينيها. دخلت العمليات وشالوا جزء من عظام الوجه والعين، وعلوا لها قوي نسبة فيتامين بي في جسمها، وخدت جرعات عالية، لكن كانت الحالة متأخرة وللأسف خسرت عينيها. صاحبة القصة اسمها آية. آية خسرت عينيها وهي بتحاول تتخن. اللي عايزين نقوله دلوقتي إن الكورتيزون مش لعبة، وأي دواء في الدنيا مش لعبة، وما ينفعش ناخد أي دواء في الدنيا من غير ما نبقى عارفين أساسه والدكتور يكون شرحه لنا، ومش أي دكتور. لأن للأسف أنا بقول كده وأنا حزينة جدا، في مصر إحنا نفتقر الطب الصح قليل جدا الا ما رحم ربي لما نلاقي دكاتره فاهمين ويشخصوا صح. عندنا دكاتره كتير جدا بيشخصوا غلط وبيدوا ادويه غلط. في ادويه كتير بتدمر المناعه، ومنهم الكورتيزون بيخلي الجسم فريسه للعدوى باي شكل وباي طريقه. عشان كده ما ينفعش ناخد اي دواء بهدف التخن او التجميل من غير ما نرجع لدكتور، ولا حتى ان احنا ناخد دواء للخسسان من غير ما نرجع لدكتور. الفطر الاسود بيجي للي مناعتهم ضعيفه، خصوصا للي بياخدوا كورتيزون او عندهم سكر او اي ورم في العين او الم في وشك مش جيوب انفيه، ممكن يكون عدوى قاتله، والتاخير معناه فقدان العين او فقدان الحياه كلها. آية بعتت لي بتقول لي انا فقدت بصري، وعايزه كل الناس تعرف، الناس اللي كانوا بيتريقوا على جسمي انه تخين دلوقتي بيقولوا يا حرام صغيره قوي على اللي حصل لها، هتتجوز ازاي بعد ما بقتش تشوف؟ نفس الناس مش سايبينها في حالها، نفس الناس بيجيبوا في سيرتها، اهلها مش رحمينها، واهلها شايفينها ان هي السبب في اللي حصل، واهلها بيقولوا لها انت اللي اتصرفتي غلط، وانت اللي لجأتي لحقن الكورتيزون من غير ما ترجعي لنا. مفيش غير الام بس اللي كانت عارفه. طبعا كلهم قعدوا يلوموا الام، لكن هي في الاخر قالت انا ما اعرفش حاجه. هي قالت ان واحده صاحبتها خدتها وتخنت واتغيرت واتدورت، وانا كأم كنت عايزه بنتي تتغير وتتدور عشان تبقى زي البنات اللي في سنها. في الاخر بنتها فقدت حاسة البصر اللي هي اهم حاسة، دي نعمة لا تضاهيها نعمة، نعمة مفيش زيها. كل نعم طبعا ربنا، لكن مين فينا يقدر يعيش من غير نظره الا ما رحم ربي، والا اللي ربنا مديهم القوة، لان دي اختبار صعب جدا جدا جدا. فاحنا كلنا النهاردة قدام حالة لازم كلنا نفوق يا جماعة، فوقوا. مش بس هي عشان كانت عايزة تتخن، اي حد ناقصه حاجة وسايب غيره يتريق عليه او يحسسه بنقطة ضعفه، يبقى مش انت اللي عندك المشكلة، هو اللي عنده المشكلة. ولو انت عندك مشكلة فمشكلتك انك ساكت له، مشكلتك انك ما بتدلوش فوق دماغه وبتوقفه عند حده، مشكلتك انك ما بتقولوش ما تتكلمش معايا، ولو انا عندي عيب في شكلي فانت عندك عيب في اخلاقك وفي قلبك. لانك لو قلبك سليم عمرك ما هتبص على الوحش، سايب كل النعم اللي ربنا خلقها فيا وبتبص على الحاجه الناقصه. الناقص هو اللي بيبص على الناقص، فدايما بيدور على الحاجه اللي توجعك عشان يعايرك بيها ويكلمك عليها. هو ده البني ادم الناقص. وللأسف احنا حوالينا ناس كتير جدا ناقصة، وللأسف حوالينا ناس كتير جدا مريضة، لكن التمن ممكن يبقى غالي بسبب ان احنا بنجري وبنسمع لكلام الناس وبيأثر فينا، فممكن يخلينا نلجأ لطرق غلط. الفيسبوك أرجوكم كفاياكم تدمير في صحتكم. الحياة مش سهلة قوي لدرجة ان اكتب بوست على الفيسبوك عشان اسأل غيري وغيري ده يفتي اي فتوى وامشي وراه. انا عايزة اتخن، خدي البرشام الفلاني انا جربته. طب انت عارفة البرشام الفلاني ده ممكن يأذي قد ايه؟ انا واحدة من الناس بدون ذكر اسماء كان معروض عليا اشتغل لشركة كبيرة اسم عريق جدا في عالم التخسيس، وبعد ما جربت شهر معاهم وكان في مبلغ كبير جدا معارضينه عليا مقابل اني بس اذكر اسمهم واقول ان انا بخس معاهم،
اكتشفت ان الحاجات اللي بيبيعوها بتعلي الكوليسترول في الدم، وبتزود ضغط الدم، وبتزود ضربات القلب، وبترفع ضغط الدم. قلت لهم الله الغني عنكم، مش عايزاكم، مش عايزاكم، وعمري ما شارك في اذية صحة الناس. مش مثالية، ولكن انا عندي امي اللي لو مكان اي ام اشترت المنتج ده عمري ما هقبل ده. انا عندي ام، عندي اخوات، انا ما اقبلوش على نفسي. بس مش كل الناس كده الا ما رحم ربي، مش كل الناس كده، مش كل الناس تعرف تقول لا للفلوس. في ناس ما بتعرفش تقول لا للفلوس، لكن الحمد لله ربنا من فضله خلاني اعرف اقول لا. وامتى تقول لا دي نعمه كبيره قوي، انك تعرف امتى تقول لا وامتى تعترض وامتى ما تشاركش في اذيه الناس. ففي ناس عديمه الضمير، في ناس ممكن يجيبوا بلوجر بفلوس كتير جدا مقابل انك تقول ان المنتج ده حلو، والمنتج ما بيبقاش حلو. والبلوجر الكتير دلوقتي، الناس اللي بقت دي لقمه عيشها واكل عيشها، مقابل الفلوس بيطلع يقول لك ان من الفسيخ بيعملوا شربات حقيقي، يقول لك ده حلو واحنا جربناه، ودي مش حقيقه الا ما رحم ربي، والا ناس معينه موثوق فيها. ويا رب اكون منهم، ويا رب اكون قد الثقه، يا رب. لان والله العظيم انا واخده عهد على نفسي، لو حاجه انا ما استخدمتهاش انا كمروه وفادتني عمري ما هقولها للناس، عمري ما هقولها. حتى الله بينا وبين الحرام، حتى الله بينا وبين ان احنا نسأل قدام ربنا الحاجه دي لما استخدمتيها كانت وحشه وقلتي حلوه، ده اسمه غش وزيف، اسمه غش، ومن غشنا فليس منا. فما نجريش ورا الفيسبوك ولا بوستات الفيسبوك ولا البلوجر اللي على الفيسبوك اللي بيبقوا قابضين عشان يروحوا يقولوا الاكل هنا كان واو وفظيع وما فيش زيه، ونروح ناكل في المحلات نلاقيها وهم وكذبه ولعبه، ولا بنلاقي الاكل حلو وما فيش زيه ولا اي حاجه. فارجوكم خدوا بالكم، خدوا بالكم، احنا في زمن صعب، زمن كترت فيه الفتن، الجري ورا المال مخلي الناس تعمل اي حاجه. الناس اللي بتتريق، الناس اللي بتنتقد، الناس اللي بتوجع بعض بكلامها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، عشان الكلام ده بيكون سم انت بتقوله وانت مش دريان. وفي الاخر اللي بيدفع الثمن صاحبه اللي ما عندوش اراده، لان لو عنده اراده مش هيعمل اعتبار لكلامك ولا هياخد كلامك في عين الاعتبار. فالنهارده معانا جرس انذار قوي جدا، بنت فقدت حاسة البصر، اظن مفيش بعد كده، بسبب تناولها لجرعات كورتيزون من غير تحاليل ومن غير رجوع لطبيب ومن غير ما تعرف اي حاجه. قله الضمير، واحده وصفت لها على النت، دخلت لها على الخاص قالت لها انا خدت الكورتيزون، وعلى فكره اللي وصفت لها ممكن ما يكونش عمل لها حاجه، عشان مش كلنا زي بعض. والله العظيم انا دكتور العظام كنت بكشف عنده، قال لي ربنا خلق النص اليمين غير النص الشمال في نفس جسم البني ادم. معلومه طبيه، النص اليمين غير النص الشمال في نفس الجسم. ربنا خلق النص ده بفص العقل اليمين غير فص العقل الشمال. فعشان كده احنا مش زي بعض، احنا مش زي بعض. فما ينفعش انت جربتي حاجه انا اجربها ابقى انا حماره. لو انا جربت حاجه انت جربتيها وانا ما اعرفش هي هتفيدني ولا لا ابقى انا حماره، عشان انا جسمي مش جسمك، ضغطي مش ضغطك، اللي انت تحسي عندي حساسيه انت ما عندكيش حساسيه، كلنا غير بعض. فانا يا ريت ناخد بالنا وكلنا ندعي الايه ربنا يشفيها ويعافيها. هي نفسيتها وحشه جدا جدا جدا، لان هي شايفه انا عملت ايه. انا كان نفسي اتخن، انا كان نفسي الناس ما تتريقش عليا، كان هو ده حلمها، وبدل ما تتخن فقدت حاسة البصر. ربنا قادر يشفيها ويعافيها من عنده، وكلنا نتعلم. وبشكرها قوي قوي انها اختصتني بالقصة، وبشكرها قوي انها حبت تنبهنا جميعا، حتى انا بشكرها شكرا جزيلا. وانا بقول لكم كلنا بنتعلم من بعض، والبرنامج ده لو ربنا جعله يستمر على مدار سنين فهو ربنا جعل حكمته وفضله ان كلنا نتعلم وكلنا نستفيد. خلوني اخد اول تليفون واقول الو.